وان بلس قررت تقضي على السوق فعلا ولا كلامه خلاص؟ تعال بقى انا هجيب لك الخلاصة. وان بلس نزلت جهاز وقالوا انه هياكل الفئة المتوسطة. جبت لك النهاردة وان بلس نورد 5. يلا نشوف الكلام على ايه. الموبايل يا صاحبي بتصميم وخامات جامدة قوي بالنسبة للفئة اللي هيكون فيها. الموبايل بيجي بظهر من الزجاج وفريم من الألومنيوم، ووزنه تقيل شوية، بس بصراحة شكله هيخليك موافق على أي حاجة. مسكة الموبايل في الإيد فخمة قوي بصراحة. الموبايل جاي بشاشة محترمة قوي أموليد بحجم 6.83 بوصة بجودة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوحها بيوصل ل 2150 شمعة. الموبايل بيقولك لو خرجت في عز الظهر هتلاقيني شايفك، وأيوة هو اللي شايفك مش انت اللي شايفه. تعالى علشان نكمل، اوعى تنام. الموبايل يا حبيب اخوك نازل بمعالج جبار سناب دراجون 8S Gen 3، والمعالج ده موجود في الموبايلات اللي سعرها فوق ال20,000 بس. وان بلس فعلا نازلة تاكل السوق، وصدقني هتبقى صفقة كسبانة قوي. الجهاز فيه نظام تبريد محسن، يعني حاجة على الرايق وانت بتلعب. وعلشان ما بقاش حرمك من حاجة، تعالى لتجربة بابجي. وبصراحة الجهاز فاجئني. الموبايل بيشغل اللعب على 90 فريم، وجودة الصورة وانت بتلعب جامدة قوي، والموبايل هيخليك تحس ان انت ملعبتش اللعبة قبل كده. الموبايل يا باشا جاي بكاميرا رئيسية 50 ميجا بكسل من نوع سوني LYT 700 مع مثبت بصري OIS، وكاميرا الترا وايد 8 ميجا بكسل، مش اللي هي يعني بس هتمشي الدنيا. وبصراحة بالنسبة لمواصفات الجهاز انا شايف انه هيكتسح السوق، وهيخلي كل الشركات تراجع تفكيرها. الموبايل بيجي بكاميرا أمامية 32 ميجا بكسل وبتصور فيديو 4K، يعني لو بتحب تصور ريلز ولا كده هيبقى الموبايل ده عمل معاك الصح. معالجة الصور في الموبايل كويسة قوي، حاجة تخلي العين مرتاحة. البطارية بقى يا غالي جاية بسعة 5200 ملي أمبير، والشاحن 80 واط سوبر فوك. وفي حاجة هتفاجئك إن الشاحن والجراب موجودين في علبة الموبايل، يعني دلع أكتر من كده مفيش. الجهاز بصمة في الشاشة، حاجة في الخفيف منه، والسماعات ستيريو صوت عالي هتديك تجربة صوت في الألعاب ومشاهدة الفيديوهات رايقة قوي. وفي حاجة بقى هي مش غريبة قوي، لأن معظم الموبايلات الجديدة كلها كده مفيش مدخل سماعة. أنا كده خلصت يا البخوك. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة، وتكتب لي في التعليقات عاوز موبايل إيه الفيديو الجاي. سلام.